قبل ما نبدأ الفيلم جهز مشروبك المفضل وصلي على النبي ويلا بينا. بيبدأ الفيلم في روسيا بعربية ترحيلات ماشية وسط التلج عشان تنقل المساجين للسجن. بيقفوا في استراحة شوية وقبل ما يمشوا الضابط بيلاحظ ان في مسجون ناقص، بيلاقيه واقف ورا عربية فبيندهله عشان يتحركوا. بيوصل السجن وبيدخل زنزانته اللي بتبقى مشتركة مع الراجل ده. ما بيبقاش طايق نفسه وبيقول للمسجون الجديد انه مش بيطيق حد معاه. بيرد عليه المسجون انه مش مطول هنا وكلها 3 ايام. تاني يوم الاتنين دول بيجروا شكله وبيقولوا له انه مش مسموح له يدخل منطقتهم، بس هو بيتعامل معهم وبيبقى واضح انه قوي جدا ومسيطر على الوضع. بياخدوه للزعيم بتاعهم اللي اسمه سيميون، زعيم عصابة وتاجر سلاح دولي. بيسأل المسجون هو مين ومين اللي بعته. بيقعد على الارض ويحط ايده على راس نمر وبيقول له انه صياد واسمه كريفن. بياخد سن النمر ويطعن الراجل ده في رجله. بيخلص عليه وبيمسك سيميون يطعنه بسن النمر في رقبته يصفيه خالص. الحارس بيفتح الزنزانة بس كريفن بيرميه من فوق ويبدأ ينط على السور ويمشي على الحيط في محاولة للهروب، وفعلا بيقدر يخرج بره السجن من السقف ويهرب. بيتفعل وضع الطوارئ والضباط بيطاردوه ويضربوا عليه نار، بس بيبقى قوي جدا وبيقدر يتفادى كل الرصاص ويجري في وسط التلج. بيبقى في طيارة مستنياه بيركبها ويهرب، وبيطمن كابتن الطيارة ان المهمة نجحت وبيمسح الوشم اللي على رقبته. وبيطلع انه قتل مسجون في الاستراحة وخد مكانه عشان يقدر يدخل السجن ويقتل سيميون. بيفتكر كريفن اللي حصل من 16 سنة، وبيبقى كريفن اللي اسمه الحقيقي سيرجي مع اخوه ديمتري في المدرسة. ابوهم نيكولاي بيجي ياخدهم، وفي العربية بيبلغ كريفن ان امه انتحرت لانها ضعيفة وما قدرتش تستحمل مرضها النفسي، وانه هياخدهم دلوقتي لرحلة صيد في تنزانيا عشان يصطاد الاسد زار، اقوى اسد في افريقيا. وبيبقى واضح ان كريفن متضايق من ابوه وحاسس انه السبب في موت امه بسبب معاملته الوحشة ليها. بننتقل لغابة في شمال تنزانيا. بيبقى في بنت اسمها كاليبسو بتلعب بورق الطاروت بتاع جدتها الساحرة. جدتها بتقول لها ان ده مش لعبة لكنه بيكشف المستقبل، وباستخدام الورق ده بتتنبئ ان هيحصل حادثة كبيرة قوي لكن هينتج عنها قوة مهولة، وان آن الاوان تاخد المشروب السحري اللي توارثته عيلتهم من سنين، وان المشروب ده ليه قدرة على شفاء اي حد، وانها لازم تحافظ عليه وتستخدمه في الوقت المناسب. بنروح لنيكولاي وولاده في الغابة. بيصطاد غزال ويقول لكريفن ما يخافش ابدا من الموت، وانه لازم يبقى صياد شجاع ويتعلم الصيد. وبيتجاهل ديمتري خالص لانه عارف انه جبان وضعيف. تاني يوم بيطلع نيكولاي مع ولاده ومجموعة صيادين عشان يصطادوا الاسد زار، وبيبقى نيكولاي مهووس بالاسد ده لانه اسطورة ومحدش قادر يصطاده، وعاوز هو اللي يصطاده عشان يبقى اسطورة. بيجيله واحد من الصيادين يعرفه بنفسه ان اسمه أليكسي وعاوز يشاركه، لكن نيكولاي بيقول له انه مجرد نكرة ومالوش لازمة، وبيكلمه بعجرفة ويسيبه يمشي. كريفن وديمتري هما بيتمشوا باسلحتهم بيتفاجئوا بزار قدامهم، وبيبقى اسد عملاق وقوي. كريفن بيحمي اخوه ورا ظهره ويوجه السلاح ناحية زار، بس بيحصل بينهم تواصل بصري وكأنهم يعرفوا بعض. فكريفن بينزل السلاح. ساعتها بيظهر نيكولاي ويضرب نار على زار، فالاسد بيهجم على كريفن اللي بيصرخ في اخوه عشان يهرب بسرعة. نيكولاي بيضرب نار تاني على الاسد لكنه بيبقى قوي جدا وبيشيل كريفن بنفكه ويدخل الغابة. كاليبسو بتبقى مع امها وابوها في وسط الغابة بيتفرجوا على الحيوانات بسعادة، بس هي بتبقى سرحانة في ورقة طاروت معينة بترمز للقوة. مرة واحدة اهلها بيلاقوها اختفت. بتبقى دخلت الغابة وبتشوف زار وهو شايل كريفن بنفكه، اما بيشوفها بينزله ويزيحه ناحيتها. في اللحظة دي بتقع نقطة من دم زار على جرح كريفن وبيختلط دمه بدم الاسد. اما زار بيمشي بعيد، كاليبسو بتشرب كريفن المشروب السحري اللي بيبدأ يتغلغل جوه دمه، وبتظهر قوة غريبة جدا وبتصرخ عشان تطلب المساعدة. بتوصل طيارة الاسعاف عشان ياخدوه. قبل ما يمشي كاليبسو بتحط كارت الطاروت والمشروب السحري في جيبه. في المستشفى بيحاولوا يسعفوه ويعملوا اللازم بس من غير فايدة. عضلة القلب بتقف لمدة 3 دقايق، وبنشوف زار وهو بيتألم جامد وبيموت. ساعتها كريفن بيرجع للحياة بس لون عينه بيبقى نفس لون عين زار. تاني يوم الدكتورة بتقوله ان اللي حصل ده معجزة هم مش فاهمينها، لانه مات ورجع للحياة تاني وبيبقى في ايده ورقة الطاروت لكنه مش فاهم معناها. بيجي نيكولاي وديمتري عشان ياخدوه، اما بيروح بيقرا رسالة امه سايبها له قبل ما تموت بتقوله فيها انها مش عاوزاه يمشي في سكة ابوه وعاوزاه يبقى انسان كويس. نيكولاي بينده عليه وبيلومه انه خاف وما قتلش الاسد، وده كان هيموته هو واخوه، وانه ما ينفعش يخاف ابدا لانه هيفضل هنا عشان يتجهز وياخد مكانه. اما ديمتري فهيسافر يكمل دراسته. وبيوريه انه جاب له راس الاسد زار عشان ما يخافش تاني، بس كريفن بيتعصب جدا انه قتل زار وبيجري على اوضته. بيشوف على الشباك صقر وبيحس التواصل بينهم كانه بينتمي للعالم ده وعاوز يرجع له. فبيلم كل حاجته من الاوضه وبيلاقي اللبس اللي كان لابسه اما الاسد هاجمه، وبيقع منه المشروب السحري. بياخده هو مش فاهم ايه ده، لكنه بيحس ان الانبوبه دي هي سبب نجاته بشكل ما. بيستنى بالليل عشان يهرب من البيت من غير ما ابوه يشوفه، وهو ماشي على سور عالي بيقع لكن بيتفاجئ ان ما حصلوش حاجه. ساعتها بيحس ان بقى
عنده قدرات خارقة وغير عادية. بيروح لسفينة بضايع وبيقول لواحد من الحرس انه عاوز يهرب على روسيا، وفعلا الحارس بيخليه يركب السفينة. بيوصل لشرق روسيا وهو ماشي بيتفاجئ بقطيع من الجاموس بيجري ناحيته، بيترعب جدا وما بيبقاش عارف يتصرف ازاي، بس بيلاقي جاموسة وقفت قدامه لحد ما القطيع يعدي عشان ما يحصلوش حاجة. بعد كده بتمشي. بيوصل لبيت تخييم قديم كان بيروحوا مع امه زمان وبيقرر يعيش فيه، وهناك بيكتشف ان بقى عنده قدرات خارقة زي ان سمعه بقى قوي جدا وبيقدر يسمع الصوت حتى لو من بعيد، وبيصوب بمهارة عالية وبقى سريع جدا لدرجة انه بيطارد غزالة بسرعة وبينط من مكان عالي في الطبيعي ما كانش هيقدر ينط منه. وكل ما بيكتشف قدرة من دول عيونه بتتحول للون عين الاسد زار، وكأنه اكتسب القدرات دي من الاسد. مرة واحدة بيسمع صوت ضرب نار، ولما بيطلع على الشجرة يشوف فيه ايه بيلاقي ان نظره كمان بقى حاد جدا ويقدر يشوف من مسافات بعيدة، وبيعرف ان دول عصابة بتقتل الجاموس عشان ياخدوا قرونهم. بينزل من على الشجرة ويجري ناحيتهم وبيتضايق جدا لما بيشوف الجاموس مقتول بالشكل ده. 2 من العصابة بيظهروا ويرفعوا عليه سلاح عشان يمشي، لكن كريفن بياخد سكينة كانت على الارض يضربها في نص دماغه وبيهجم على التاني لحد ما يخلص عليه من كتر الضرب، وبيحس ان ده بقى دوره في الحياة وانه لازم يخلص العالم من المجرمين ويبقى صياد زي ما ابوه كان عايز. بنرجع للحاضر وبيفوق كريفن من الذكريات وبيبقى لسه معاه الكارت اللي اديتهوله كاليبسو. بينزل للطيارة بعد ما بيخلص مهمته وبيرجع الغابة، بيلاقي ديمتري باعت له رسالة انه عاوز يشوفه في عيد ميلاده. بعد كده بيطلع على بيت التخييم اللي بقى بيته وعايش فيه بعد ما ظبطه وجهزه كويس قوي. بيبقى في عصابة في وسط الغابة بتقتل الجاموس وتاخد قرونهم، وهم ماشيين حظهم الوحش ان كريفن بيبقى مستنيهم. بيسألهم عن السبب اللي بيخليهم يعملوا كده في الجاموس، بس هما بيستهزئوا بيه بكلامه وبيدوسوا بنزين. كريفن بينزل تحت العربية وبيطلع لهم من الناحية التانية وبيبدأ يقتل فيهم واحد ورا التاني من غير رحمة، وبيكمل على السواق واللي جنبه. زعيمهم بيترعب فبيهرب بالعربية وبيطلع على رئيس العصابة يبلغه باللي حصل، لكن بيتصدم اما بيلاقي كريفن موجود، وبيتصدم اكتر لما بيعرف ان زعيمه اتقتل وهو دلوقتي واقف في وسط دمه. كريفن بيسأله عن اسمه واما بيلاقيه في القايمة بيخلص عليه، بعد كده بيشطب على اسمه من القايمة اللي معاه وبيخرج من المكتب ويقفل الباب وراه وهو مصفي الاتنين. بنروح لكاليبسو بعد ما كبرت وهي بتسمع خبر وفاة صاحبتها اللي اتقتلت. بتروح تحضر جنازتها وهي حزينة جدا وبتقول انها فخورة بصاحبتها اللي كانت صحفية بتدافع عن الحق، وان اللي حصل لها ده لانها قررت تفضح سيميون زعيم العصابة الدولي. بيبقى كريفن واقف على جنب وبيسمع الكلام ده، بيروح يعزيها بس هي ما بتبقاش عارفاه. بيطلع الكارت وبيفكرها بنفسه، وبتتفاجئ ان هو الولد اللي انقذته زمان وبتسأله هو وصل لها ازاي. قال لها انه شغلانته تعقب الناس وبيعرفها انه خلص على سيميون. بتروح بيتها وتعمل بحث وفعلا بتلاقي خبر قتل سيميون، وكمان بتلاقي جرايم تانية مشتركة في طريقة القتل، وان الناس لقبته بالصياد بس في ناس معتقدة انه اسطورة ومش حقيقي. تاني يوم بيقابلها وبيعترف لها انه هو الصياد زي ما الصحافة مسمياه، لكنه بيفضل اسم كريفن، وان من يوم ما قابلته في الغابة حصل له حاجة غريبة خلته بعد عن ابوه، وبقى كل شغلانته انه يتخلص من المجرمين اللي بينشروا الشر في العالم امثال ابوه. عشان كده عمل قائمة فيها اسماء الناس دي، لكن محتاج مساعدتها بما انها شغالة في اكبر مكتب محاماة في لندن، وانها تجيب له اسماء الناس الاكبر عشان يخلص العالم منهم. كاليبسو بتقول له انها تبقى تفكر وترد عليه. وبنروح لأليكسي اللي عرض على نيكولاي زمان انه يشاركه، وبنعرف انه بقى زعيم عصابة كبيرة. المساعد بتاعه بيقول له ان سيميون اتقتل في زنزانته واللي قتله هو الصياد، وان سمع ان عنده قائمة فيها اسامي الناس اللي هيخلص عليهم، ولو اسمك فيها مش هيتمسح الا بموتك. أليكسي بيسخر من كلامه وان الصياد مش حقيقي ولا موجود، وبيقول له يظبط له ميعاد مع اهم 3 في عصابة سيميون. بيروح يقابلهم ويقول لهم ان سيميون مات وكان في بينهم شغل، فهو عاوز اقوى واحد فيهم يبقى شريكه، لكن هم بيستهزئوا بكلامه لانهم مش عاوزين يقتلوا بعض. فبيفك جهاز متوصل في جسمه عن طريق شنطة على ظهره، ساعتها جلده بيبدأ يتغير وبتظهر قوته الحقيقية. واحد منهم بيضرب عليه نار لكنه بيقوم يشيل الطلق من جسمه بمنتهى السهولة، وبيوصل الجهاز لجسمه تاني ويرجع لطبيعته. فبيبدأوا يموتوا في بعض لحد ما بتصفصف على واحد منهم، ومش بيتردد انه يقتل زميله عشان يبقى هو الزعيم مكان سيميون. بنروح للكازينو بتاع نيكولاي اللي بيغني فيه ابنه ديمتري، بيجيله اللي مسك العصابة مكان سيميون. نيكولاي بيقوله ان بعد موت سيميون هو مستعد يأمن له الحماية والتوزيع، فالراجل بيوافق، لكن نيكولاي بيفهم ان في حاجة مش مظبوطة لانه وافق بمنتهى السهولة. ساعتها بيهجموا عليه ويبدأ ضرب النار بين رجالة أليكسي ورجالة نيكولاي اللي بيحاولوا يدافعوا عن زعيمهم ويحموه. اما الدنيا بتهدأ بيبقى نيكولاي خد طلقة في كتفه وبيزعق لديمتري انه عيل جبان ومعرفش يدافع عنه ونزل استخبى تحت الترابيزة. مساعد أليكسي بيبلغه ان العملية فشلت وكل الرجالة ماتوا، بس في حد ساب له الفلاشة دي قدام باب بيته. اما بيشغلها بيلاقي فيديو من كاميرا المراقبة لما كان كريفن بيهرب من السجن، وبيعرف ان كريفن ابن نيكولاي هو الصياد، فبيقول له
وتخلي الاجنبي يشوف الموضوع ده هو غريب شويه بس هيعرف يجيب الفايده. بيبدا الاجنبي شغله وبيروح يدور على اي حاجه ناحيه السجن. بيشوفه واحد من الضباط وبيرفع عليه السلاح، بس هو بيبقى عنده قوه خارقه انه مجرد ما يقلع النضاره بيقدر ينيم الشخص اللي قدامه مغناطيسي ويختفي وبيظهر تاني ويقتل الضابط. كريفن بيتسلق المبنى اللي ديمتري عايش فيه ويعمل له مفاجاه بمناسبه عيد ميلاده. بعد كده بيطلعوا على الكازينو اللي حصل فيه ضرب النار، وديمتري بيحكي لكريفن كل اللي حصل. نيكولاي بيقاطعهم ويجي يسلم على ديمتري ويهنيه بعيد ميلاده، اما كريفن فما بيبقاش طايق ابوه ولا نسيله اللي عمله زمان. بيخلصوا السهره وبيروح مع اخوه البيت، بس ما بيبقاش عارف ينام عنده لانه متعود على نومه الغابه، فبينزل ينام في الجنينه. تاني يوم الصبح بيطلع له البيت، لكن بيلاقي الدنيا مقلوبه وفي دم على السرير وديمتري مش موجود. بيبص من البلكونه بيلاقي رجاله خاطفينه وبيركبوه عربيه. بينط من على السور ويتشعلق في المبنى بقوته وبيجري ورا العربيه، وبيبقى العصابه خدرت ديمتري. السواق بيشوف كريفن وهو بيطاردهم وبيحاول يزوغ منه، لكن كريفن بيبقى اقوى وبيستمر في مطارده العربيه لحد ما بيخبطها. بيطلع على العربيه ويحاول يكسر الازاز، لكن بيبقى مضاد للرصاص وبينجح انه يفتح جزء من باب العربيه بقوته الخارقه. فواحد من العصابه بيضرب عليه نار لكن بيتفاداه ويقع من العربيه. ساعتها العصابه بتهرب منه وبيوصلوا المكان فيه طياره هليكوبتر، بس بيتصدموا لما بيلاقوه جاي وراهم. كريفن بيمسك شبكه يحدفها على الطياره ويحاول يوقفها بمنتهى القوه، فبيربط الشبكه في حجر على الارض. واحد منهم بيضرب عليه نار من الطياره، فبياخد ماسوره في الارض ويطير في الجو يحدفها عليه. الطياره تقدر تتخلص من الشبكه وتطير، فكريفن بينط بكل قوته ويتعلق في الشبكه دي ويفضل متعلق في الشبكه وهي في البحر لحد ما بيخبط في عمود انقاذ، فايده بتفلت من الشبكه والعصابه بتقدر تهرب منه. بيطلع على مكتب كاليبسو وبيعرفها ان اخوه ديمتري اتخطف، وبيوصف لها شكلهم والعلامه المميزه اللي كانت في واحد فيهم، وبتطمنه انها هتجيب له كل المعلومات. كريفن بيروح لابوه اللي بيقول له انهم قطعوا صباع ديمتري وبعتوه وعاوزين 20 مليون في خلال يومين. كريفن بيقول له يدفع لهم، لكن نيكولاي بيقول ان الموضوع مش موضوع فلوس، لكن لو دفع كده هيظهر ضعيف قدام اخصامه. وبيفضل كل واحد منهم يرمي المسؤوليه على التاني لحد ما كريفن بيسيبه ويمشي. بتبقى كاليبسو وصلت لمعلومات من واحد تبعها ان اللي خطف ديمتري اسمه عمرو وموجود في انقره في تركيا، لكن عمرو ده بيبقى شغال مع الاجنبي واداها المعلومات دي بمعرفته عشان يضللها. وبعد ما بيعمل الاجنبي طلبه منه بيستخدم قوته ويخلص عليه. بعد كده الاجنبي بيتصل باليكسي يعرفوا ان الصياد راح تركيا، وكاليبسو بتكلم كريفن تبلغه بالمعلومات اللي عندها وان اخوه موجود في تركيا. بيطلع المكان اللي قالت له عليه وبيتسلق المبنى اللي مستخبي فيه العصابه وبيدخل بمنتهى الهدوء من غير ما يحسوا بيه، وبيبدا يصطاد فيهم واحد ورا التاني ويخلص عليهم. بيطلع الدور التاني يخلص على اللي فوق، ساعتها بيحسوا بيه ويضربوا عليه نار، لكن هو بيبقى اقوى منهم ويستخدم قوته لحد ما يوصل لعمرو. وبيسالوا عن ديمتري وبيستغرب ان عمرو عارف اسم كريفن، وقبل ما ينطق بيشوف 2 قناصين بره المبنى مستنيينه يظهر وبيضربوا عليه قذيفه، فبينط هو وعمرو. بيسالوا عن اخوه وهو عارف اسم كريفن منين، قالوا ان اللي دبر كل ده هو اليكسي، وبينهار عليهم الجبل. بيبقى رجاله اليكسي فاكرين ان كريفن مات فبيصوروا عشان يوروا لزعيمهم، لكن كريفن بيجي من وراهم ويخلص عليهم بمنتهى السهوله. بعد كده بيكلم كاليبسو يقول لها ان المعلومات اللي جات لها كانت فخ عشان هم عارفين انه كريفن وعاوزين يوصلوا له، واكيد هيبعتوا لها ناس، وبيديها عنوان تروح له عليه وهو هيبقى مستنيها. وفعلا بتلم حاجتها وتمشي بسرعه. بيبقى الاجنبي راح المبنى بتاع العصابه عشان يوصل لاي معلومات ممكن توصله لكريفن. 2 من ضباط الشرطه بيشوفوه، وقبل ما يلحقوا يعملوا حاجه بيكون خلص عليهم. بياخدوا ديمتري الاليكسي وبيقول له انا عارف ابوك، وبيفكروا بالزياره بتاعت زمان وانها غيرت فيه كتير. بيوري له الفيديو اللي بيثبت ان سيرجي هو كريفن هو الصياد وانه خلص عليه، وبيقول له انا زمان كنت زيك ضعيف ونكره ومحدش مقدرني حتى ابوك، لحد ما قابلت دكتور كيميائي كان شغال على مشروع تطوير للقوى البشريه، وما ترددتش ان اتعامل معاه واتحول لكائن قوي وعملاق، بس عشان اظهر بشكل الكامل بحس بألم شديد جدا، واللي بيخففه هو العلاج الموجود في الجهاز اللي متوصل بجسمي. وبيعرض عليه يبقى شريكه بعد ما يخلص على ابوه زي ما هو خلص على كريفن، لكن ديمتري بيرفض انه يخون عيلته، فده بيضايق اليكسي جدا وبيرفع عليه السلاح. بس بيدخل عليه المساعد بتاعه يقوله ان كريفن لسه عايش، وبيجي الاجنبي يقوله انه وصل لنوع سم نادر جدا بيجي من منطقه في روسيا، واكيد هناك هيلاقوا كريفن ويخلصوا عليه. بتوصل كاليبسو للمكان اللي كريفن قال لها عليه، بياخدها عشان يروحوا بيته، بس في الطريق بيهجم عليه نمر عملاق، لكن كريفن بيقدر يسيطر عليه، وبيفضلوا يهزروا مع بعض لكن هزار تقيل شويه، وده لان كريفن مربي النمر ده ويعرفه من زمان. بيوصلوا البيت اللي بيبقى كريفن مجهزه باسلحه مختلفه على اعلى مستوى. كاليبسو بتشوف الاسلحه دي وبتكتشفها، وده لانها بتعرف تستخدمها من ايام المخيم الصيفي اللي كانت بتروحه وهي صغيره. كمان بتشوف معمل صغير كريفن بيستخلص منه تركيبات من نباتات مختلفه، وكل ده عشان يقدر يوصل للتركيبه اللي
هي شربته منها زمان ويعرف يعمل زيها، وبيسألها لو كان معاها منها تاني، قالت له لا، وده لانها كانت بتاعت جدتها وهي اللي ادتها لها. بيبقى أليكسي والاجنبي اتحركوا عشان يروحوا روسيا، وفي الطريق بيوريه السلاح الكيميائي اللي محضره مخصوص عشان كريفن، والسلاح ده فيه نسبة مخدر وكمان هيخليه يشوف هلاوس بصرية، بعد كده يشل حركته واعضائه ويموت. بيوصلوا روسيا ومعاهم ديمتري. أليكسي بيكلم كريفن ويقوله انه في الغابة بتاعته، وبيساوموا انه يبقى شريكه هو واخوه بدل ما يخلص عليه، بس كريفن ما بيدلوش فرصة يكمل كلامه وبيقفل السكة في وشه، وبيبدأ يجهز نفسه واسلحته المختلفة عشان المعركة الطاحنة اللي هتبدأ. كمان أليكسي ورجالته بيجهزوا اسلحتهم وبينتشروا في الغابة، بس مرة واحدة بيهجم عليهم النمر صاحب كريفن وبيقتل شوية منهم. ديمتري بيستغل الهرجلة اللي حصلت وبيهرب، بس الأجنبي بيشوفه، وكريفن بيبقى مستخبي في الغابة وبيبدأ يصطاد في رجالة أليكسي يمين وشمال ويخلص عليهم بطرق مختلفة وباستخدام أفخاخ مختلفة كان زارعها في الغابة. أما أليكسي بيسمع صريخ رجالته، بيعرف إنهم اترحلوا على الآخرة، فبيستعين بهليكوبتر وبترمي صواريخ وقذائف على الغابة. كريفن بيحاول يتفاداها والنار بتمسك في الشجر. كاليبسو بتشوف النار دي وبتقرر تتحرك عشان تنقذ كريفن. الأجنبي بيضرب كريفن بالسلاح الكيميائي، ساعتها بيشوف هلاوس وبيتهيأ له إن في عناكب على جسمه وحواليه، وبيضرب عليه تاني وهو بيشرح له السلاح ده هيقضي عليه ازاي وعلى أسطورة الصياد اللي هو خلقها، وبيفضل يضرب فيه بغباء. كريفن بيمسكه ويضربه جامد، بس بيطلع انه بيضرب في شجرة وبيتهيأ له انها الأجنبي، وقبل ما يخلص عليه كاليبسو بتوصل ترزعه بسهم في عينه تقتله، وبتجري على كريفن بتلاقيه خلاص هيموت، فبتطلع المشروب السحري اللي كان معاها منه تاني وتشربه، وبيفوق كريفن وبيبقى عارف ان كان معاها منه تاني. رجالة أليكسي بيمسكوا ديمتري وبيبلغوا أليكسي ان كريفن مات، وبيبقى في منتهى السعادة، بس السعادة دي ما بتستمرش كتير لان بيقطع عليهم الطريق قطيع من الجاموس. فأليكسي بيفك الجهاز اللي متوصل بجسمه عشان قوته تتضاعف مرات ومرات. الجاموس بيهاجم العربيات وبيقلبها كلها وبيخلص على الرجالة، لكن أليكسي ما بيحصلوش حاجة لانه بيبقى متحول بشكله الكامل وبيبقى قوي جدا. بيظهر كريفن من وسط الجاموس وبيهجم على أليكسي ويحاول يضربه ويخلص عليه. بيبقى فاكر الموضوع سهل، لكن أليكسي بيبقى عبارة عن وحش عملاق وقوته مهولة مش بيأثر فيه أي حاجة مهما كريفن ضربه وعجنه. أليكسي بيبقى خلاص هيقتله، لكن كريفن بيلاحظ فتحة الجهاز اللي في بطنه فبيضربه فيها بحديدة، وفعلا بيتأثر وبينزف، وبيبدأ كريفن يستعيد سيطرته على الوضع، فبيربط حبل حوالين أليكسي ويرميه وسط القطيع اللي بيعدوا عليه وبينهار خالص. وقبل ما يموت كريفن بيسأله مين اللي بعت له فيديو هروبه من السجن، وبيصدموا ان ابوه هو اللي عمل كده، وفعلا بيموت أليكسي وبيحصل عصابته كلها. بعد كده بنشوف كريفن وهو قاعد مع ابوه في الغابة وبيقول له ان عارف ان هو اللي كشف هويته لأليكسي. نيكولاي قال له انه كان عارف ان هو الصياد من زمان لانه ابنه، وعارف كل اساليبه القتالية حتى لو عاش بعيد عنه. وبنعرف ان نيكولاي استغل كريفن عشان يخلص له على أليكسي اكبر منافس ليه، وانه لو كان راح طلب منه كده بشكل مباشر كان هيرفض، عشان كده عمل الخطة دي. كريفن بيتضايق جدا وبيمشي، بيهجم دب عملاق على نيكولاي، بيحاول يدافع عن نفسه بالبندقية بس بيلاقيها فاضية، وبيبقى كريفن هو اللي فضى الذخيرة منها. بعد سنة بنشوف ديمتري وكريفن وهم قاعدين سوا، بيدخل ناس من المافيا الروسية يسلموا على ديمتري، فكريفن بيستغرب جدا. ديمتري بيقول له انه اتغير وبقى عنده شغل مع المافيا، وكل ده بفضل دكتور كيميائي في نيويورك هو اتعرف عليه. كريفن بيحاول يمنعه انه يمشي في طريق ابوه، بس ديمتري بيعترض على كلامه وبيقول له انت وابوك ما تختلفوش كتير عن بعض، انتوا الاتنين بتحبوا تصطادوا عشان تتفشخروا بانجازاتكم، وبيفهموا انه عارف ابوهم مات ازاي وانها ما كانتش حادثه زي ما هو بيقول، وبيسيبه يمشي. كريفن بيجري وراه لكنه بيتصدم لما بيلاقيه نسخه تانية منه، وبنعرف ان ديمتري اتحول واكتسب قوه زي اللي كانت عند أليكسي، وده بسبب الدكتور، وبيقدر يتحول لاي شكل يحبه وما بقاش ضعيف زي زمان. وبيقول لكريفن ان ابوهم مات وأليكسي كمان مات والساحه بقت فاضيه وهو قرر يسيطر عليها. كريفن بيقول له انه مش هيسيبه يعمل كده، وده اللي هيخلي الحرب تبدا بينهم في الجزء الجديد. وبيرجع كريفن لبيته بيلاقي ابوه سايب له جاكيت ومعاه رساله بيقول له انهم صيادين زي بعض ولازم يكمل طريقه. بيلبس الجاكيت وبيقعد على كرسي ابوه عشان يكمل في اللي بدأه. وفي النهايه لو عجبك الفيلم دوس لايك وما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصلك الملخصات الجديده، ولو في فيلم معين عاوزنا نلخصه ما تنساش تكتبه لنا تحت في الكومنت.